تعالوا النهارده نشوف مع بعض مكان سري واستقبال في السعوديه في منطقه اسمها الباحه. القريه اسمها الاطلال ودي شكلها من جوه. ده مرسي، يلا نسلم عليه ونستغله عشان يصورنا. بصوا بقى الدنيا عامله ازاي من جوه، شايفين تراكيب الحجر فوق بعضها عامله ازاي؟ فنان اللي عمل كده. طلعنا على الجسر وهنروح على البرج، وبصوا بقى الفيو من فوق عامل ازاي، تحفه يا جدعان والله جامد. انا كنت بنده على احمد يا احمد بس هو مش سامعني. هنروح نشرب شاي مع بعض دلوقتي، ودي منطقه المطاعم، ودي قعدات مختلفه بفيو تاني مختلف خالص. وتعالوا بقى بصوا على الفيو الجامد ده من هنا عامل ازاي. وقفنا هنا خدنا شويه صور انا ومرسي. وتعالوا بصوا القعده العربي دي ب 10 ريال بس. ده بقى شكل الشلال، تسمع صوت الميه من هنا وتسرح. وده شكل شلال تاني بينزل على مجرى مائي ويمشي لغايه ما ينزل في البحيره دي اللي فيها نافوره. دي بقى لوحه لقيت مرسي بيصورها، قلت اصورها واصوره وهو بيصورها. بعد كده اخترنا المكان الجامد ده نقعد فيه، والفيو من عنده جامد الصراحه. الشاي نزل صبينا وحاولت اشرب من غير سكر، بس دي كانت النتيجه. ونختم بقى الفيديو بشويه نصايح من اخونا احمد السوداني. العمالة حقوق العمالة لازم عملوا مكتب عملوا الحاجات دي عشان تحفظ حق العامل. قول له المهندس ايه ده؟ يا هلا والله مخه. واخيرا لو وصلت لغايه هنا فاكتب في الكومنتات مخه.